إن مما يدل على نعمة الأمن وأهميته أن الله تعالى علق به بعض الأركان كالصلاة والحج، فأمن الطريق وسلامة الحاج من شروط تأدية النسك. فمن قدر على الحج بالمال والصحة ولكن لا أمن في طريقه للحج لم يجب عليه حتى يأمن الطريق. وكذا من أحرم بحج أو عمره ثم صده عدو أو قاطع طريق أو لص يعدو عليه صده عن البيت الحرام، جاز له أن يتحلل في موقعه، أن ينحر هديا وأحلق شعر رأسه ثم يخلع إحرامه ثم يعود إلى بلده. فتأمل قدر نعمة الأمن وكيف أنه إذا انعدم تأتي بعض الرخص في الأركان. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي معنى قوله فإن أحصرتم قال ابن كثير رحمه الله: أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. وقال السعدي رحمه الله: فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلها بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في معنى قوله تعالى: فإذا أمنتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك. وقال السعدي رحمه الله: فإذا أمنتم بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره. وأما الركن الآخر المهم الذي يتعلق بالأمن فهو الصلاة. وقدر الصلاة معلوم لدى كل مسلم محافظ عليها، فالصلاة تؤدى كما أمر الله تعالى وكما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الأمن. وهذه نعمة عظيمة، إذ يشعر الإنسان بالخشوع والطمأنينة فيرتاح قلبه ويشعر بسعادة لا نظير لها. فإذا ذهب الأمن ودب الخوف صلاها كما استطاع ماشيا أو راكبا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في تفسير هذه الآية لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حالة القتال والتحام الحرب. فقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمركم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وسجودها. وقوله تعالى فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات مال يتضرر العبد بفوته، فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركبات المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد.
ففي هاتين الآيتين عدة فوائد، منها أهمية الصلاة والأمر بأدائها في وقتها على أي وجه، ومنها نعمة الأمن حيث تؤدى العبادة بوجوده في أكمل صورة كما أمر الله تعالى، ومنها أن الأمن نعمة تستحق شكر الله وكثرة ذكره إذا وجدت، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله، فذكر الله حمد وثناء له عليه، وكل ذلك لما يترتب على الأمن من نعم.